من أعماق التاريخ البحري للجزائر تبرز أسطورة مكللة بالشجاعة والفداء، أسطورة بحار جسد صمود وطنه وقاد معارك خالدة ضد الاستعمار. إنه الرئيس حميد بن علي، رمز للبطولة والتضحية في ذاكرة الجزائر. ولد الرئيس حميد في مدينة الجزائر عام 1996 لعائلة بسيطة، لكن روحه كانت تعانق أمواج البحر منذ صغره. انخرط في العمل البحري مبكرا وتدرج في المناصب حتى أصبح قبطانا ماهرا، عرف عنه شجاعته وبراعته في القيادة البحرية. برز نجم الرئيس حميد خلال الحرب الجزائرية الأمريكية 1815، حيث قاد معركة ضارية ضد سرب أمريكي ضخم في 17 يونيو 1818. واجه الرئيس حميد وبحارته العدو ببسالة فائقة، بصمود أسطوري هز أركان الأسطول الأمريكي. صحيح أن الرئيس حميد استشهد في تلك المعركة، إلا أن إرثه سيبقى خالدا في ذاكرة الشعب الجزائري. لقد جسد الرئيس حميد معاني البطولة والتضحية، وأصبح رمزا للمقاومة ضد الاستعمار. تخلد ذكراه اليوم من خلال تسمية العديد من الشوارع والساحات في الجزائر باسمه، كما أقيمت له العديد من النصب التذكارية. الرئيس حميد أيقونة بحرية خالدة، حكاية تروى للأجيال، تلهب مشاعر الفخر والاعتزاز، وتذكرنا بواجب الحفاظ على سيادة الوطن وروح المقاومة التي تسري في عروق الجزائريين الأحرار.